مساء الخير يا فندم. نبارك الدكتور محمد على المعرض، وطبعا الاساتذه الكبار على المنصه، واهلا بالساده الضيوف. اهلا بيك يا فندم. أنشودة الطبيعة والتوحيد. ما هي أنشودة الطبيعة والتوحيد؟ إنها أنشودة من يد الله، سيمفونية راقية اسمها الحياة. المايسترو هو الفنان الأعظم إله، يتشارك فيها فنان الأرض مع أوركسترا سماء، كمنجاة من مروج، وصوت الناي ساحر فوق أخدود، ورنات عود وهو عود بلا حدود في هواء، ورعد وبرق ومطر كطبول في شتاء، الجميع بلا استثناء يعزف موسيقى، شمس كبيان الصباح، وغيطار من رياح يأتي لنا برجاء، فترنم الطيور وسائر الخليقة تراتيل الفرح لا منتهى، وتنشد المجد له وحده في علاه، وتغني الحب والسلام له في قمة بهاء، فيرى الإنسان حكمة الخالق وسناه، فيسير مع الكون بموكب النجاة، ويعلن التوحيد له وحده سبحانه من شفاه. إنها أنشودة الطبيعة والتوحيد، إنها سيمفونية الحياة. انظروا إلى هذا الكون، كل نسمة تنادي بالسحر والخيال، كل همسة تنطق بالجمال، كل لمسة تشير إلى الدلال، إلى سيمفونية الحياة. انظروا إلى الزهرة في أوج زينتها، ملكة متوجة في عرش حديقتها، تداعب فراشات الكون بدلال رقتها، فتغرق القلوب في هوس محبتها، وتمرق العقول إلى جمر حيرتها. ونتساءل عن سر فرحتها ورقصتها، فتأتي لنا بإجابتها إنها سيمفونية الحياة. ولسيمفونيات الحياة مد وجزر، صبح ومساء، صيف وشتاء، ورياح وسكون وصمت. نعم، هنالك صمت. سيمفونية عظيمة أخرى اسمها الصمت، سيمفونية عبقرية اسمها الصمت. فالصمت ليس لغة الحرمان ولا الكتمان، الصمت سيد المشاعر والعرفان، أديب اللغة ومايسترو الألحان. لو كنت إغريقيا من بلاد اليونان لجعلت الصمت سيد الآلهة، رب أثينا وزيوس وأبولو وسائر الأرباب الشجعان. ولو كنت من بلاد الرومان لجعلت الصمت إله الحنان، يغادر فينوس كعاشق والآن، وصار كيوبيد يطارده بأسهمه حتى الآن، يترنح من خمرة باخس ليحمد نيران فولكان. ولو كنت فرعونيا لوحدت فيه الأديان، بأرض كمت شمس الأكوان، وبمعابد راعي وإخناتون الفنان، لبنيت للصمت هرما للبعث وإلها لكهنة الغفران، وخرجت من طيبة كمينة وناديت به بسائر البلدان، وجعلته رمزا فوق زهرة اللوث ومفتاح الحياة والجرار. ولو كنت يهوديا لدمرت بالصمت ثرثرة الأوثان، وصار تابوت عهدي هو الكتمان، ومحرقتي السكوت لا انحراف السمان، وقدسته فوق تراتيل داوود وأمثال سليمان. حتى في الإسلام فالمسلم المؤمن بالقرآن بالله ورسوله وآيات آل عمران يعلم أن الصمت فضيلة تتزامن مع كل الأركان، مع واجب الصلاة والصوم ومناسك الحج والشهر المبارك رمضان. ولو كنت في عصر الكنيسة الأولى قداسة القمص، لو كنت في عصر الكنيسة الأولى قديم الزمان، في عصر كبار الرهبان أضع طقوس الزهد وقوانين الإيمان،
لما منعتم بالصوم تناول الطير واللحم والألبان، إنما الصمت الحق، الصوم الحق هو الصمت، كبت جماح ولهو اللسان. فالصمت هو السيمفونية العظمى، حالة عشقنا الأولى، لهفة الحب حين تلمع العينان، الغزل البدائي اللا منطوق ملء الكيان. وإن سألنا الصمت عن العنوان لأجاب وقال إنها سيمفونية الحياة. هنالك آلاف متعددات من السيمفونيات في الحياة، لا يكفيني التحدث عنها ولو لسنوات، لذلك سأعبر لأجل الوقت جميع السيمفونيات وأتحدث عن سيمفونياتي الأخيرة. سيمفونياتي الأخيرة ورقصتي المثيرة، عيون الحبيب، سيمفونية أخرى، أنظر إلى عيون أميرتي حبيبتي خليلتي زوجتي صديقتي فأرى في عيونها السيمفونية الأخيرة، فتجيبني تلك العيون، وفي العيون أنا لا أصوم، فصوم الحب تجديد، وهي امرأتي بميثاق توراتي وعهد إنجيلي وقرآني الشريف، فتجيب عيونها أنا العشق، أنا السيمفونية الأخيرة، أنا طبيعة وأنشودة الحياة والتوحيد، إنها سيمفونية الحياة. شكرا.